انا مش عارف ازاي بتتباع بره ب 700 جنيه، المكشوفه مش هتعدي ال 100 جنيه. يلا بينا. عندي نص كيلو كنافه، نبدا نفرمها في الكبه لحد ما تنعم معاك وتطلع بالشكل ده. طاسه على النار فيها معلقه سمنه كبيره، ونبدا نحمر فيها الكنافه على نار هاديه خالص، ونحط سكر بودر على نار هاديه بقى، ونبدا نقلب تقليب مستمر كده لحد ما تحمر معانا. في بوله نحط فيها كيس كريم شانتيه وشويه لبن، ونبدا نقلب كده في الاول عشان ما نتبهدلش. بعد كده نضرب ضرب مستمر حوالي 3 دقائق لحد ما يوصل معاك للقوام ده. نعمل بقى شويه كريمه في حله على النار، نحط نص كيلو لبن وشويه سكر، وكده كده السكر حسب الرغبه، ورشه فانيليا، ونبدا نقلب تقليبه حلوه. وفي بوله ثانيه نحط شويه لبن وثلاث معالق من النشا، واول ما اللبن يبدا يسخن ننزل بالنشا واحده واحده واحنا بنقلب لحد ما تتقل معاك. احنا كده عملنا المهلبيه. ايه يا واد يا حدوته الحلاوه دي! ونسيب المهلبيه تبرد على جنب، وعينك على الكنافه اول ما توصل للون الذهبي الرايق ده. حط بقى شويه شربات وقلب تقليبه حلوه. وفي بوله هات كيس ثلاجه، وضروري كيس الثلاجه عشان هو ده اللي هيساعدنا ان الكنافه تخرج. نحط بقى بوله صغيره كده في النص، وهات الكنافه وهي سخنه كده ومتحمره وكل حاجه. ابدا حطها في كل الجوانب واعمل الحركه دي وهي سخنه. بعد كده هنشيل البوله الصغيره كده من النص، ونحط مكانها قطع فراوله، وندخلها نص ساعه الثلاجه تشد شويه. هات بقى المهلبيه وزود فراوله ما يهمكش، كده كده المطبخ بتاعنا والاكله بتاعتنا ومحدش له حاجه عندنا. وحط شويه كريم شانتيه واعمل ميكس حلو كده. وده الحشو اللي احنا هنحشي بيه قلب الكنافه. نبدا نحط بقى الكميه دي كلها كده، وعلى الوش نبدا نحط شويه كنافه متحمره. ايه يا واد يا حدوته الحلاوه دي! انا ما اعرفش ازاي دي ب 700 جنيه بره، واحنا ما كلفناهاش، يعني ما عدتش ال 100 جنيه معانا. هنقفلها بكيس بلاستيك وندخلها الثلاجه ساعه كده تشد، ونبدا نطلعها. ايه يا واد يا حدوته الدلع ده! حط عليها بقى شويه قشطه من فوق وقطع من الفراوله وشويه فستق. كده كده المطبخ بتاعنا والاكله بتاعتنا ومحدش له حاجه عندنا. وعلى فكره الحشو ده احنا ممكن نلعب بيه، ممكن نشيل نحط بلح نحط قطع موز. يا باشا اكلتك ودلع نفسك. كده كده ما عدتش معانا ال 100 جنيه، نبدا نفتحها كده من القلب. بس الصراحه تجربه حلوه وطعمها حلو جدا. انا كده خلصت حلقه النهارده. اعمل سيف للحلقه دي لانك هتحتاجها بقى في رمضان، تحتاجها بعد رمضان ان شاء الله تعجبك. كل سنه وانتم طيبين. سلام.